du monde, la Joconde qui attire plus de 8 millions de visiteurs par an. Autre merveille du Louvre, évidemment sa fameuse pyramide construite à la fin des années 90 qui sert d'entrée au musée. Et c'est il est l'heure de révéler le nom du meilleur سيمبولو موروكو المغرب حارس أسود الأطلس Thibaut Courtois, Belgium, تيبو كورتوا حارس بلجيكا وريال مدريد إدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي والبرازيل Emiliano Martinez, إميليانو مارتينيز بطل العالم حارس مرمى أستون فيلا Marc-André Castellanos, مارك أندري تشتيغان حارس مرمى منتخب الألماني وإف سي برشلونة من سيفوز تعرف عليه في هذه اللحظات The Yashin Trophy winner is Emiliano Martinez. إميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني حارس أستون فيلا يتوج بجائزة الياشين لأفضل حارس مرمى منتخب الأرجنتين. Erling Haaland. إيرلينغ هالاند يتوج بجائزة أفضل هداف لهذه السنة نجم مانشستر سيتي والمنتخب النرويجي. إيرلينغ هالاند غير محدود رفقة منتخب النرويج، لكن عوض ذلك بمسار متميز رفقة نادي مانشستر سيتي. Thank Manchester City, the Arsenal club, for making me be myself every single day. You know, from the players to the staff, المكانة التي أحظى بها اليوم أمامكم. and yeah, to everyone. So I wanna say a big thanks to them. And then I also want to thank my family and all the people around me for making me who I am today. And yeah, thanking everyone close to me and الأشخاص الذين Les ballons d'or vont arriver sur cette scène dans quelques minutes. دقائق قليلة Un peu de patience. Mais avant ça, Didier, c'est l'heure de vous révéler le club masculin de la saison. It's time to سنتعرف هذه على أفضل لاعب في كرة المضرب. رونالدو بونماتي باراغويلو. It is time to reveal 2023 goes to Aitana Bonmati. أيتانا بونماتي لاعبة اف سي برشلونة ومنتخب اسبانيا تتوج بجائزة أفضل لاعبة في العالم. مسار متميز في المونديال 25 سنة لهذه اللاعبة المتألقة رفقة اف سي برشلونة، بدايتها في سيد ريباس، لعبت لنادي كوبيس 70 هدفا رفقة البروغرانا. أفضل لاعبة في العالم لعبت خط وسط اف سي برشلونة، بطلة العالم رفقة لاروخا كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، توجد بجائزة أفضل لاعبة في البطولة. Charlton passed away a few days ago. إيرلينغ هالاند، كيليان مبابي، ليونيل ميسي سيتوج بجائزة البالون دور. And for the record, The 2023 Ballon d'Or France footballer is Lionel Messi. ليونيل ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بجائزة البالون دور. الكرة الذهبية تمنح لنجم الأرجنتين بطل العالم ليونيل ميسي اللاعب الحالي لإنتر ميامي الأمريكي. ليونيل ميسي يكافئ على قيادته للأرجنتين للفوز بكأس العالم. حدث استثنائي آخر في تاريخ ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي متألق في دوري الMLS عن سن 36 سنة. الكل يتفاعل مع ميسي بما فيه زوجته وأبنائه يتقاسمون معه هذه اللحظة بعد مسار متميز مع اف سي برشلونة مع باريس سان جيرمان. اليوم مع إنتر ميامي يواصل الرحلة قاد الأرجنتين للتتويج بلقب قائمة ألقاب. Bueno, buenas noches, muchas gracias. أحيي الجميع. Bueno, antes que nada quiero agradecer a toda كل la من وضع ثقة في شخصه لكي يتوج بجائزة الكرة الذهبية. premio, obviamente compartir con mis compañeros de selección,
una vez más يعود لأصدقائي Argentina hoy للتتويج والإسعاد الملايين من الأرجنتينيين. de todo con Lautaro, con Juli, con él. أشكر لوتارو وأشكر جميع أصدقائي.